اخواتي الاهلاويه، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. طبعا لسه مباراه الاهلي وشباب بلوزداد خلصانه طبعا على ملعب شباب بلوزداد. طبعا الاهلي خسر في الدقيقه الاخيره بنتيجه 1-0. عايز اقول لكم على حاجه بسيطه، بس الفرقه دي احنا كنا كسبانين هنا 6 من قيمه 10 ايام، تمام؟ وبرده كان نفس اللعيبه ونفس المدرب، تمام. انا هقول كلمه واحده بس: انقذ الاهلي يا خطيب من عك كولر الرهيب. كولر ابتدى يعك. كولر خلاص اثبت فشله. انا بقالي كتير ما طلعتش اتكلمت. كولر بقى فاشل بكل المقاييس. انا بقيت خايف على الاهلي من كولر، قسما بالله انا خايف على الاهلي من كولر. انا مش كل يوم كل ماتش قصدي افضل متنكد بسبب كولر. حتى لو كسبنا بنكسب باداء زي الزفت. حتى لو تفتكروا الماتش اللي احنا كسبنا فيه شباب بالذات هنا 6-1، احنا يعني الشوط الاولاني احنا كنا زي الزفت. عمل تغييرات الشوط التاني، ربنا كرمنا وجبنا 5 تجوان وقدرنا نكسب 6-1. آه، ايه العك ده؟ هو انت واخدها عند كولر؟ طب انت عندك، انت بقيت تحب وتكره. طب انا مش فاهم، هنلاقيها من الدوري ولا هنلاقيها اما كنا في كاس القارات من باتشوكا كان الماتش بتاعنا وبرضه بسبب عندك؟ ومش عارف اعمل ايه، مش عارف اقول ايه ولا نعمل ايه. بس كل اللي طالبه ان الكابتن خطيب والله والله لو كده كولر ده يطلع على سويسرا، ما يرجعش تاني مصر. كفايه عليه كده مع النادي الاهلي، وشكرا يا عم، وشكرا على اللي انت عملته معانا، شكرا على اللي انت البطولات اللي جبتها. وبالتالي انت مش هتعمل كده تاني في تاريخ حياتك خالص. بس اللي انت بتعمله ده هيعك، وهيعك علينا كلنا، وهيتحرق دمنا احنا كجمهور النادي الاهلي. فكفايه كده بالله عليك، يعني بالله عليك يا كولر كفايه كده. ولو انتوا بتقولوا الشناوي هو السبب في ان احنا نتهزم النهارده او يكون منه، هرجع اقول لكم كولر برده هو السبب. لان كولر هو عارف حالته النفسيه وعارف هو قد ايه مهزوز، وبرده بيلعبه. واما بيجي يلاعب مصطفى شوبير بيخرج محمد الشناوي بره ال 18 خالص، او بره قائمه المباراه اللي هتتلعب، اللي هو مش هيلعب فيها. فكده في حاجه غلط. اما الخطيب عارف بقى وساكت، فهو كمان هيشيل الذنب معاه. وخلي بالك يا كابتن بيبو، هيجي يوم زي ما الجمهور انتقد اللعيبه والجهاز الفني، ممكن ينتقدك انت كمان بسبب فشلك في اداره ملف كره النادي الاهلي. يا كابتن بيبو لازم تتصرف. لازم الاهلي محتاج تدعيمات، محتاج تدعيمات. محتاج لعيبه تمشي، محتاج لعيبه تمشي. في عندنا لعيبه مع شك كتير قوي. محتاج ان مدير فني يجي جديد، محتاج في مدير فني يجي جديد بفكر جديد، باسلوب جديد. وعلى فكره اللعيبه اللي مع كولر دي هي اللعيبه يعني اللعيبه اللي كسبت العين، هي اللعيبه اللي هقول ايه. طيب هقول ايه يعني؟ شوف اما عملت كام تغيير، والنهارده بادئ بتشكيله زي الزفت. ايه يا عم كريم الدبيس ده من امتى بيلعب؟ ده معلق المباراه على بين سبورت حسين العيدروس قال لك الاهلي بلا جناحات. الاهلي مش عارف، احنا كنا بنلعب باسم، بس اللي احنا بنلعب باسم النادي الاهلي مفيش روح في الملعب، مفيش يعني مش عشان ما لخبطش كتير. لازم تشوفوا حل مع كولر ده بجد. انا خلاص انا اتخنقت منه، انا خلاص اتخنقت. كولر ده لازم تشوفوا له حل بجد. هيضيع النادي الاهلي. بقيت خايف على النادي الاهلي من كولر. سلام.